عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ ام علم، وحشتوني جدا. ده المطبخ بتاعي اللي انا قلت لكم هجهزه واتضب بنفسي. قولوا لي بقى الصندوق الاسود ده بيعمل ايه او استخداماته في ايه. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بقى هنا غيرت المطبخ بتاعي كله زي ما قلت لكم، هعمل له كده نيو لوك جديد. وهنا جبت الدهان زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت دهان هنا لونه ابيض. الدهان دون مش بلاستيك، انا جبته زيت زي اللي بتدهن بيه البيبان، علشان ينفع ان انا امسحه من المطبخ او ان انا اغسله. واخترته لونه ابيض. قولي لي ايه رايكم ان انا اخترت لونه ابيض. وهغير بقى الحيطان دي كلها ان شاء الله، لان انتوا شايفين البقع بقى في الحيطان، حته فاتحه وحته غامقه. المنظر برضو مش حلو. هغير برضو الحيطان دي ان شاء الله. هندهن كده مع بعض سوا الدنيا هنا كده. لان فوق برضو في بقع من الناس اللي فوق كانت السباك عندهم بايظة. وهنا برضو هغسل ان شاء الله انا غسلت الشفاط في الفيديو اللي فات، واللي عايز غسيل الشفاط وعين البوتاجاز هسيب له اللينك في اسفل الفيديو في الرابط. وده عندي المطبخ، انا حاطه فيه حاجات النيش. انا ما عنديش نيش، انا بعت النيش بتاعي لان الشقه بتاعتي ضيقه من بره، حطيته في المطبخ. هنا بقى جبت شويه مشتريات كده. بصوا اللون السبت دون او الشنطه دي. وجبت الطبق برضو لونه لبني كده، ده بلاستيك مش ازاز. حلو اوي، لقيته بصراحه مش غالي، رخيص حوالي ب20 جنيه. وده ورق حائط برضو هينفعني قوي في الحيطان. وجبت بقى ايه السلك ده، سلك مواعين عادي يعني. ده بقى هنا ايه ده بالنسبة للشنطة دي. انا جبتها احط فيها ايه البصل، الثوم، البطاطس، تحط فيها اي حاجة بدل ايه منظر الباسكت اللي كان معايا. بصراحة ايه انا ما عجبنيش وشيلته من المطبخ. ده بقى هنا عندي هنا جبت ورق ألمونيا، ولا هو الورق الفويل بس التقيل شوية، عشان احطه على ايه على البوتاجاز. بدل بقى ما بغسل البوتاجاز كل شوية، لا الورقة دي كده يا دوبك ب3 جنيه. خفيفة اهي، ورق ألمونيا، احطها على عيون البوتاجاز بتخلي البوتاجاز حلو ويبقى نضيف لفترة طويلة. والورق ده بقى برضو هنا زيه بس ده تقيل وملون. الفرخ ده كله كده ب5 جنيه. انا ان شاء الله هحطه على العيد، هيبقى كده برضو فيه ايه، في فرش جديد ان شاء الله كده على العيد. بس انا ايه دلوقتي مبدئيا هوريكم المطبخ بتاعي وصل لغاية فين. يعني انا خلصت فيه شوط كبير قوي. وان انا قلت لكم هحط بقى ان شاء الله هدهن الطوب باللون الابيض. انا هنا جبت الورق اللي هو الحائط ده، ومترقم من هنا ومن فوق ومن تحت عشان سهل انك انت تقصي. وبصراحة سهل عليا كتير ان انا ايه اقص وما اتلخبطش في المقاسات. قولي لي رايكم بقى ايه في اللون بتاعي. يا رب يعجبكم، ويا رب يعجبكم الفيديو لغايه الاخر. بجد يعني طلع المطبخ لونه تحفه، وغيرته يعني كان بني كده. يعني بص كل اللي حواليا لونه بني وبيجيهات وكده، لا انا غيرته تغيير جذري بصراحه. والحاجه عملتها بنفسي، ما دخلتش اي حد. يعني فعلا احنا نقدر نعمل اي حاجه بنفسنا من غير تكاليف. ما كلفنيش حاجات كتيرة، يعني ما كلفنيش يمكن 150 جنيه كل ده على بعضه. المطبخ كله خد مني علبتين الدهان دول، العلبة ب50 جنيه، 100 جنيه. و50 جنيه الحاجات الايه اللزق والورق الفويل ده. بصوا بقى دهنته انا بقى دلوقتي، لسه بقى مخلصتش الدنيا برضو شوية اهي، يا دوبك بدهن وبستناه يستنى يعني ينشف شوية حاجة بسيطة. وحطيت ايه اللزق دون او ورق الحائط. قوليلي رأيكم بقى الابيض مع الورق ده ايه لونه، ايه لونه حلو ولا لا. وما تنسونيش يا جماعة في اللايك والاشتراك، لان انا بجد تعبت في الفيديو ده قوي.
بصوا انا دوبك حددت بعد ما بلزق بحدد الايه الفيشه عشان اطلع مكان الفيشه هي فين. بصوا لسه في كركبه بقى ايه لغايه ما اخلص الدنيا بقى واحط بقى كل حاجه ايه مكانها تبقى حلوه كده. هنا بقى هبتدي احط الورق الحائط نلزقه بقى مع بعض. بصوا اقول لكم بصوا يا دوبك انا بسحب الحته البيضه من تحت اللزق. بصوا بمشي واحده واحده ما بقطعش اللزق كله. الحته اللي بلزقها هي بس اللي بشيل الورق الابيض بتاعها. بصوا عشان بيعمل ايه معانا. بصوا لما سيبته بقى عشان اعدل الكاميرا اهو. بصوا بطلع كده بالراحه وابتدي بقى اجيب حته قماشه او كبيره كده وابتدي ايه ادوس كده من الاول علشان ايه ما يبقاش في حته تكسيره ولا حته لخبطه ولا كرمشه. بصوا بنحاول على قد ما نقدر ان انا بلزق كده اهو. طبعا زي ما انتوا شايفين ان في فيش تحت اللزق ده انا بقصها في الاخر يعني. يا دوبك بس احدد مكان المفتاح ومكان الفيشه بتاعه الايه الغساله كده اهو. واهم حاجه تبقى المكان ناشف والرخامه ناشفه والحيطان ناشفه. يا دوبك كده انا بقى ايه الدهان زي ما قلت لكم يا دوبك انا دهنت وخليته شويه ينشف حاجه بسيطه وهبتدي ايه الزق معاكم عشان يساعد معايا كمان التلزيق بتاع بدل ما اجيب غيره. لا انا يا دوبك خليت الدهان ينشف حاجه يعني شويه كده يعني يا دوبك قرب ينشف وحطيت عليه على طول بيلزق وبيبقى زي الفل. بصوا بقى انا هجيب اي حاجه حد عشان مكان الحنفيه. انا وصلت هنا بقى للحنفيه. اي قطر عندك او اي يعني المقص ممكن مش هينفع. انا جبت هنا بصراحه عندي السكينه ورحت ايه حددت بقى مكان الايه الفتحه بتاعه الايه الحنفيه ودخلت الحنفيه عشان تدخل معايا وتبقى مظبوطه ويبقى الايه اللون شكله حلو والمنظر يبقى شكله حلو. بصوا انا بلف ويا دوبك بسحب بالراحه الحته البيضه او الجزء الابيض اللي من تحت ده وبدخل كده واحده واحده اهو. اهو يا دوبك انا بدخل كده ايه واحده واحده بشويش الحته اللي بلزقها بحاول ان انا ايه احطها تاني. بصوا بقى ايه رايكم بقى في المنظر؟ ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الله. كل ده انا عملته بايديا ما شاء الله. بصوا مكان المفاتيح انا قصيتها. بصوا بقى الحته السودا دي بقى اللزق الاسود ده برضو انا جبته وحطيته بقى على الرخامه بقى رهيب. الاسود ده بقى ايه منظره حلو قوي. ايه رايكم بقى في اللزق مع الدهان؟ بصوا الرخامه يعني فاضله بس حته على اليمين كده عند الرخامه هتجيب لها برضو حته واحطها. وده الطبق اللي انا جبته كده حطيته من فوق اهو فوق بصوا شلت كل الكركبه بقى اللي كانت تحت المطبخ. وده الباسكت او الشنطه. انا الشنطه دي ايه حاطه فيها هنا شويه بطاطس شويه بصل اهي. منظرها بصراحه حلو قوي عجبتني اهو. يا دوبك بقى نحط الحاجات اللوازم بس كده. بصوا الشياله والمصافي حطيتها فوق البوتاجاز. بصوا والمطبقيه انا شلت المطبقيه الكبيره وهنا ده الباسكت فيه. بصوا بقى الرخامه وجمال الرخامه. بصوا المنظر. المواعين قللت المواعين على قد ما اقدر. بصوا خليت ايه المطبقيه الصغيره اللي كانت تحت المطبخ فاكرينها حطيت فيها بس ايه كوبايات كده وشويه ايه الاطباق اللي انا بحتاجها. وحطيت بقى الفلتر ده فوق. قولوا لي منظره كده عامل ازاي. ايوه انا عارفه ان هو منظره مش قوي يعني. بصوا بقى بصوا بقى الشفاط بتاعنا.
الشفاط اللي خد فيديو بحاله، بصوا رجع زي ما كان كده، بقى جميل. وبرده هو الورق الفويل اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو، بصوا حطيته على البوتاجاز بقى منظره حلو. وغسلت البوتاجاز، بصوا بقى شكله حلو اهو، بقى منظره حلو يا جماعه. المطبخ ما شاء الله. قولوا لي رايكم ايه. اهو انا غسلت برضو الشفاط زي ما قلت لكم. بص رجع جديد تاني اهو. انا بصراحه راضيه عن النتيجه اللي انا وصلت لها دي. بصوا كل الكركبه اللي كانت هنا راحت اهي. بصوا حاولت ان انا على قد ما اقدر كده ان انا الزق الحته السودا دي او اللزق الاسود دون، ظبطت على قد ما اقدر. ايه رايكم بقى؟ وهنا بقى الايه، طقم التوزيع والتوابل. قولوا بقى رايكم ايه. بجد انا تعبت قوي في الفيديو ده. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك لاول مره يشوفني عشان يوصل لكم كل جديد اهو. بصوا يعني بصراحه لايق قوي. وهنا بصوا المطبخ بقى من تحت بعد ما غسلته. وهنا بقى التوابل حطيتها في البراطيم. انا بصراحه كان في حاجات فيها اكياس، كارثه يا جماعه، كارثه كبيره اللي بتحط التوابل بتاعتها وتبقيها في ايه، في كيس. بتلم بقى حشرات وبتلم زواحف حاجات يعني ايه بصراحه. لكن البرطمانات دي بتفضل نظيفه وبتحافظ على الحاجه وما بتخليش اي حشرات تيجي بصراحه. يعني ايه، مهم قوي ان انتوا ما تحطوش الرز ولا السكر في اكياس كده وتربطوها، او التوابل بتاعتكم تربطوها وتحطوها في الدرج. لا دي كارثة وبتبهدل الدرج